السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة وعافية إن شاء الله. اليوم خرج الزفزافي من السجن ليس كمفروج عنه ولكن من أجل حضور جنازة الوالد ديالو المتوفي والعودة بعدها لإنهاء 12 سنة متبقية من الحكم ديالو. مشاهد الاحتفال والفرحة المختلطة بالدموع والحسرة كانت مشاهد مؤثرة بزاف. فرحة شوفت الوجه اللي تغيب على أهله وناسه لسنوات طويلة، وحزن فقدان الأب اللي ما قدرش يودعوه واحد. ناصر هو وسط داك الحشد دار واحد الكلمة قصيرة ولكن عميقة، كلمة مبينة على الانفتاح على الوطن، كلمة فيها الصدق والدموع، فيها الاعتراف باللي خاصنا نطوي صفحات الخلافات ونجمعوا الصفوف. قالها بصوت مهزوز ولكن قوي المعنى. كنا مغاربة من شمال البلاد إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، ولكن شكون هو هاد ناصر الزفزافي؟ وعلاش شفنا هاد الحفاوه في الترحيب والدموع من كل من عانقه؟ واش زعيم سياسي؟ واش شي واحد مشهور؟ لا، اجي نرجعوا شويه للور ونعرفوا شكون هو ناصر. ناصر الزفزافي تزاد في الحسيمه سنه 1979، مدينه صغيره ولكن محمله بتاريخ ثقيل، تاريخ المقاومه الريفيه اللي بزغات مع بدايه القرن العشرين ضد الاستعمار الاسباني والفرنسي. قياده محمد بن عبد الكريم الخطابي، معركه انوال الشهيره اللي هزم فيها الريفيون الجيش الاسباني هزيمه قاسيه. اسس الخطابي جمهوريه الريف كاول تجربه استقلاليه حديثه في المغرب. من صغر عاش ناصر وسط القصص ديال الفخر والكرامه، الرجال اللي دافعوا عن هذا الجزء من المغرب وكذلك حطوه في التاريخ. ولكن الواقع المعاصر اللي كان عايش فيه كانت اجواء صعبه، البطاله، التهميش، الاحساس بان الريف ديما بعيد على القرار المركزي. وهذا الشيء خلق عنده واحد الشخصيه اللي عنيده، اللي كتبحث دائما عن الحقيقه. 2016 لحظه غريبه غادي تغير كل شيء. شاب اسمه محسن فكري، بائع السمك، كيتحط في شاحنه ديال الزباله وكيموت بواحد الطريقه ماساويه. هذه اللحظه كانت الشراره، الريف كامل فاض والغضب ولا بحال النار. من وسط هذه الموجه ابرز ناصر الزفزافي كواحد من ابرز الاصوات، ماشي سياسي، ماشي زعيم رسمي، ولكن انسان كيهضر بصوت الناس، كان كيستعمل لغه بسيطه مباشره. كرامه، العداله، الصحه، التعليم، كلمات ماشي صعيبه ولكن ثقيله بزاف. حراك الريف ما كانش مجرد احتجاجات صغيره، كان اكبر حركه احتجاجيه عرفها المغرب في ال20 سنه الاخيره. مسيرات بالالاف، شعارات بالدارجه وبالريفيه، الحريه، الكرامه ماشي جريمه. ناصر كان في الامام، كيهضر بالميكروفون، كيواجه البوليس، كيواجه الاعلام، وكان كيقول انا ماشي زعيم سياسي، انا مجرد واحد منكم. ولكن الناس شافوا فيه زعيم، شافوا فيه صوتهم، والسلطه شافته خطر. وهنا بدات القصه كتولي اكثر توتر. 2017 ناصر الزفزافي كيوقف واحد الجامع في الحسيمه وكيقطع الخطبه ديال الجمعه احتجاجا. هذه كانت اللحظه اللي قلبات الموازين. الدوله دخلت بقوه، حملات اعتقال، محاكمات، وناصر على راس اللائحه. اعتقلوه وتحول من ناشط الى معتقل سياسي. المحاكمه ديالو استمرت شهور وفي الاخير تحكم ب 20 سنه سجن، الحكم اللي صدم المغاربه بزاف وخلق جدل كبير وسط الشارع. واش فعلا ناصر كان زعيم حركه خطيره ولا غير شاب كيحلم ببلاد عادله؟ من وراء القضبان ناصر الزفزافي ولا رمز. المنظمات الدوليه دارت تقارير، الصحافه العالميه كتبت عليه، وحتى جائزه سخاروف لحريه الفكر في 2018 ترشح ليها. الزفزافي بقى حاضر في النقاش المغربي. واش الاحتجاجات غادي يقدروا يغيروا شي حاجه؟ واش الدوله كتقدر تستحمل اصوات قويه؟ واش المغرب مستعد يقبل معارضه حقيقيه من الداخل؟ اليوم قصه ناصر الزفزافي ماشي غير قصه ديال شخص حاول التغيير، ولكن قصه ديال وطن كيحاول يتصالح مع راسه. والريف ماشي مجرد منطقه، الريف هو مرآة ديال المغرب كامل، المغرب اللي كيحاول كل ما اوتيت له الفرصه انه ينهض بولاده. واليوم نرفع الصوت ونناشد السلطات المغربيه بكل مسؤوليه وانسانيه، رجعوا هذا المواطن للاهل ديالو. فقد الوالد ديالو هو سجين وباقي كيتسنى لحظه انه يحتضن امه وخوته وناسه بلا قيود ولا حواجز. والوطن ما كيتبناش بالحقد ولا بالمسافه، الوطن كيتبنى بالرحمه والمصالحه. وناصر الزفزافي اليوم عطى الاشاره انه رغم الالم باقي كيبغي الوطن وباغي الوحده. فلنكن في مستوى هذه الرساله ولتكن بدايه ديال صفحه جديده، صفحه وطن كيجمع كل الابناء ديالو. هذا الشيء اللي كان معكم حسن، والى فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء.